صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. ديسمبر شهر المعارض، من الشهور القوية، هو مش وحيد بس هو من الشهور القوية اللي بيتعمل فيها معارض في مصر. مصر مشهورة بالزراعة وبالحاصلات الزراعية، والرقم بتاع المنتجات الزراعية سواء الفريش أو البروسيسنج رقم كويس من الناتج القومي. عشان كده عندنا معرض مهم جدا بيتعمل من ديسمبر من كل سنة، وهو معرض فود أفريكا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. معرض بيطور سنة ورا سنة، بتبتدي ان انت تلاقي جوه المعرض بيتقسم معارض صغيرة. ازاي؟ بتخش تلاقي ناس متخصصة وجزء متخصص في التعبئة والتغليف الغذائي والتصنيع بتاعه. بتخش تلاقي جزء متخصص في المعرض للطهي المباشر، وازاي استخدام التوابل او استخدام الكوتنج او السيزنينج للطعام بتبتدي انها تفرق في التيست بتاع الطعام وتبتدي تدوق الحاجه بالطهي المباشر. في نفس الوقت بتلاقي كمان جزء متخصص قوي بالفريش فود والحاصلات الزراعيه اللي هي الفريش، المنتجات الفريش. في نفس الوقت كمان ضافوا له قطاع مهم جدا، لان احنا بقينا من اكبر المنتجين للتمور على مستوى العالم، وهو الجزء الخاص بتمور افريكا بقى متخصص بس في التمور، وبيخاطب الناس اللي بس عايزه التمور، مستخلصات التمور، ايه المنتجات اللي بتطلع من التمور. كل ده بقى موجود تحت فود افريكا. ده ان يدل على قد ايه هو بقى معرض ناجح بيتعمل كل سنه في ديسمبر من كل سنه، بيتعمل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات اللي موجود في التجمع الخامس. الشركه المنظمه ليه هي كونسبت ايفنت، من الشركات القويه اللي قدرت تعمل معرض قوي كل سنه بيثبت نجاحه قبل السنه اللي بعديها. بيقعد حوالي 3 ايام وبيتعمل في ديسمبر من كل سنه. صباح الفل عليكم. مهتم بالزراعه والحاصلات الزراعيه والشركات اللي بتشتغل في التصنيع الغذائي، يبقى لازم تروح تحضر فود افريكا.